قال لها وانت تقدري تخدمي نفسك بنفسك يا أمي، منار تبقى مراتي مش الخدامة، ولو سمحتي انزلي دلوقتي، منار كفاية عليها تربية الولاد. طبعا اتصدمت من ردة فعله، لأن هي اللي شجعته إن هو يتجوز وما يبقاش لوحده، ودلوقتي بيطردها عشان خاطر مراته الجديدة. بس عرفت إن ده ذنبي أنا اللي كنت بخدمها وبعمل لها كل اللي هي عايزاه. المهم ساعتها خرجت أمه وهي بتبكي. منار قالت له شكرا يا حبيبي، شكرا انك وقفت في صفي. قال لها انا وقفت في صفك عشان عارف ان امي مفترية شوية، لكن يا منار ما تتكلميش معاها كده تاني. وكمان في حاجة، اولادي مش حابب ان هم يشتكوا منك في اي حاجة، لو قررتي تعيشي دور مرات الاب معاهم انا اللي هقفلك. اخدت نفس وقالت له حاضر، وعلى طول بعدها اتخانقت مع ابني وشتمته وقالت له انت قليل الادب. قال لها وانت حراميه سرقتي بابا من ماما. طبعا وقتها ما حستش بنفسها الا وهي بتضربه بالقلم. ساعتها لو حابين تكملوا القصه، اسم القصه موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصه على طول.